نمشيو لجانب اخر اللي هو مرتبط بالغرامه اليوميه، اللي هي اثارت النقاش، اللي هي احدى التدابير او احد العقوبات البديله التي اثارت النقاش في مساله شريه للحبس. واحد كيشري حبسو، هذه مساله خدات واحد النقاش، لانه كل العقوبات البديله اللي اثارت النقاش كثير هي الغرامه اليوميه. ما سماه المشرع بالغرامه اليوميه انه كيشري نهار الحبس كيشريه بالثمن الذي بالمبلغ الذي حدده المشرع في نص الماده في نص القانون 43/22. شنو هي الغرامه اليوميه؟ هي واحد المبلغ من المال كتحدو المحكمه عن كل يوم اعتقال، وما يمكنش الحكم بها الا بعد هذه العقوبه البديله، لا يمكن الحكم بها الا إذا وجد بين قيادة الملف صلح بين الأطراف أو تنازل المتضرر عن الدعوة. إن هنا المشرع لا يعمل مقتضيات هذه العقوبة البديلة إلا في حالة وجود تنازل الطرف المتضرر أو الصلح جرى بين الطرفين، أو تعويض عن الخسائر المادية التي تسبب فيها المحكوم عليه. إذن قلنا بأن المشرع حدد النسق أو السياق أو النطاق ديال اعتماد هذه الغرامة اليومية ما بين 100 درهم و 2000 درهم اليوم، على حساب الجريمة وعلى حساب خطورة الفعل وخطورة المجرم ومدى إمكاناته المادية وتحملاته التي تراعيها المحكمة عند النظر في هذه العقوبة البديلة. كيلزم المحكوم عليه باش أنه يؤدي هذه الغرامة داخل أجل 6 أشهر، الغرامة اليومية داخل أجل، باش نوضحوا الصورة، بأنه الغرامة اليومية هي تعادل ما بين 100 درهم و 2000 درهم عن كل يوم، والمحكمة هي كتقدر المبلغ داخل هذا النسق اللي هو الحد الأدنى هو 100 درهم والحد الأقصى هو 2000 درهم. ولا يمكن الاستفادة من هذه الغرامة إلا بأداء على الأقل نصف الحد الأقصى، نصف الغرامة اليومية، نصف مجموع الغرامة اليومية المحكوم بها. بمعنى أن المعتقل إذا أراد أن يؤدي الغرامة يؤديها بالكلية، ويمكنه طلب الإذن بتقسيط هذه الغرامة من طرف قاضي تطبيق العقوبة الذي أذن له بذلك التقسيط، على أساس أن يؤدي نصف الغرامة الكلية بداية. عرفتوا شحال الفكرة ولا؟ المحكوم عليه يتقدم بطلب إلى قاضي تطبيق العقوبة من أجل تقسيط أداء الغرامة، قسط له أداء الغرامة على أساس أن يؤدي مثلا 20,000 درهم في المجموع الكلية ديال الأيام التي بقيت في الأيام ديال الاعتقال التي ما زالت في ذمته. درنا عملية حسابية عطتنا 20,000 درهم، فلا يمكن أن يستفيد من التقسيط إلا بأدائه نصف الغرامة اليومية اللي هي 10,000 درهم. هذا باختصار جميع النصوص العقوبات البديلة التي حددها المشرع. قلنا بأنه المشرع استثنى بعض الجرائم من هذه من الاستفادة من العقوبات البديلة، لأنه لا يعقل أن واحد يجي يدير لنا تبديد أموال عامة وياخذها ويمشي عاد ما يدوز الحبس يمشي يشري الحبس ديالو بالغرامة المالية. ولكن المشرع قال لك بأنه هذه الجرائم تستثنى، لأنه أصلا عندما تحدث عن تعريف العقوبة البديلة هي الجنح التي لا تتجاوز 5 سنوات، بمعنى لا نتحدث عن الجنح ولا نتحدث عن الجنايات. الجنح التي لا تتجاوز 5 سنوات. فجرائم متعلقة بأمن الدولة والإرهاب هي جرائم تدخل في زمرة الجنايات ولا تدخل في زمرة الجنح. نمشيو الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ تبديد أموال عامة، إذا تجاوزت واحد المبلغ ديال 100,000 درهم
تدخل في نطاق الجنايات ولا تدخل في نطاق الجنح، بمعنى أن التكييف ديال الجريمة يجب أن يدخل في نطاق الجنح ولا يتجاوز إلى نطاق الجناية، لأنه أصلا المشرع أخرج من نطاق الاستفادة من هذه التدابير ومن هذه العقوبات البديلة الجنايات بالكلية. فعندما أفرد المشرع هذه الاستثناءات المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، ومعلوم أن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب تدخل في زمرة الجنايات ولا تدخل في زمرة الجنح. كذلك اختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبذير الأموال العامة إذا تجاوزت من 100,000 درهم تدخل في زمرة الجنايات ولا تدخل في زمرة الجنح. مشيو جرائم غسل الأموال هي من الجنح. الجرائم العسكرية تختلف حسب قانون الضبط العسكري من جنح وجناية. فالجنايات لا تخرج من زمرة الاستفادة من هذه العقوبات البديلة وتدخل في زمرتها الجنح العسكرية. ثم التجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، راه خصني نذكر بأنه كاين شحال من واحد تعتبر بأنه هذه التجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية يمكن أن يستفيد من هذا التدبير، من هذه العقوبات البديلة، وهو يخرج من نطاق أنه المشرع قال التجار الدولي ولم يقل التجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. فتخصيص التجار الدولي أنا لا أتفق مع المشرع فيما يتعلق بهذه النقطة، على اعتبار أن التجار في المخدرات والمؤثرات العقلية يجب على المدان في هذه العقوبات أن لا يستفيد من التدابير المرتبطة أو بالعقوبات البديلة. عليه أن يكون أن لا تكون المحكمة رؤوفة به من استفادته من هذه العقوبات البديلة. ولكن المشرع عندما أضاف للتجار جنحة التجار في المخدرات ارتباط بالتجار الدولي، فإنه خصص هذه الجرائم في جرائم المرتبطة بالعصابات البين وطنية التي تتجر على الصعيد الدولي. ثم جريمة التجارة في الأعضاء البشرية، هذه جريمة كذلك مستثنات من الاستفادة من العقوبات البديلة على اعتبار أنها تمس بكينونة البشر، كينونة الإنسان وتجاره والذين يتاجرون في الأعضاء البشرية لا يجب أن للمحكمة أن تأخذ فيه رحمة، ما بالك أن يستفيدوا من العقوبات البديلة المسطرة. كذلك جريمة استغلال الجنسي للقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة، هذه بالضرورة تدخل في إطار زمرة الجنايات، فهي بالضرورة لا تستفيد بالكلية، ونص عليها المشرع تأكيدا لما سبق القول بكون هذه إذا دخلت في نطاق الجنايات فإنها لا تستفيد، على اعتبار أن التدابير أو هذه العقوبات البديلة هي سطرت لاستفادة أصحابها إذا ارتكبوا جنح حسب مقتضيات المادة 35(1) ارتكبوا جنحا لا تتجاوز العقوبة المسطرة في حقهم إلى 5 سنوات حبسا نافذا. إذن نمشيو الآن لحيز دخول هذا القانون حيز التنفيذ. قال بأنه المقتضى المادة 4 من القانون 43/22 هذا القانون رهين بإصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المرتبطة بتفعيل المقتضيات المتعلقة بالعقوبات البديلة، منها القانون رقم 10/23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسة السجنية، والذي ساير تطلعات المشرع فيما يتعلق بالمقاربة الحقوقية اللي شرنا لها في هذا النص، والتي جعلت من المؤسسة السجنية هي التي تدبر وتدير وتراقب مسألة تطبيق العقوبات البديلة.